السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بلاستيكات العروسة اللي ما بتخلصش النهاردة ان شاء الله جايبالك شماعات الدولاب في جهاز العروسة. طبعا العدد المطلوب انا هقولك عليه في الفيديو ده، وجايبالك كده يعني اشكال والوان حلوة قوي، والخامة بتاعتها تحفة. عندي هنا الشكل ده، ده اسمه شكل الفلونكة، بيكون بالشكل ده جميل جدا. الخامة بتاعته بتكون حلوة، البلاستيك والماتيريال بتاع البلاستيك بتاعه بيكون راقي قوي وحلو. يعني ما فيهوش كده حتت زوايد او تنتش الهدوم او تقطع الهدوم اللي هي بتكون خفيفة او اللانجري والكلام ده كله. الطقم، الدستة بتكون بصوا النص ده نص ونص، يعني الدستة بتكون مقسومة على اتنين كده، 6 و6. الكيس من ده او الرابطة من دي كده بتعمل 40 جنيه، يعني الدستة 80 جنيه. طيب، طبعا ممكن تلاقي انت في السوق، هتلاقي في انواع تانية الماتيريال بتاعتها اقل شوية، بتكون ب35، يعني بتلاقي الدستة ب70 جنيه. خلينا متفقين ان عندك الاصلي وعندك الكوبي، تمام. انا طبعا جايبه هنا جايبه ماتيريال حلوه قوي، وكمان جايبه شماعات معينه كده للبناطيل، وجايبه لبناطيل الخروج، وجايبه كمان شماعات لللانجري. طب ازاي الكلام ده؟ ازاي اعرفهم من بعض؟ شايفين الشماعة دي كده من على الجوانب ليها علقتين، طبعا عشان اللانجري والحمالات وكده، وهتلاقي فوقيها برضه اهو في علقتين للداخلي بتاعهم. يعني عشان طبعا انتوا عارفين بيبقى اللانجري ده ممكن يبقى 3 4 5 قطع بيترصوا كده على الشماعة. الشماعة دي بقى بالتحديد ال يعني الشكل ده بيبقى للبناطيل وللقمصان وللخروج بتاع البنوتة. ازاي بقى؟ شايفين هنا كده في النص الحتة فاضية، ففي مساحة تحطي بنطلون هنا. ده لو انتوا بصيتوا للنص بتاع الشماعة هتلاقوه الشماعة تكاد تكون مقفولة، يعني فيها حاجات كتير عشان اللانجري وعشان ايه الحمالات والكلام ده. ده شكل تاني من الشكل برضو اللي انا بقولك انا جايباه عشان البناطيل والبيجامات. طبعا البيجامات، طبعا البيجامات في جهاز العروسة بتبقى محتاجة شماعات. بتحطي برضو البنطلون وعليها البيجامة بتاعتها او الجاكيت بتاعها، فطبعا لازم يكون عندك الشكل ده والشكل اللي هو الاولاني. الصغير ده انا جايباه كده للحاجات الداخلية، جايبة بس يعني ربطتين اللي هو دستة 12 واحدة. دول 3 مع بعض كنت جايباهم من رنين. دول للطرح، ليهم كده شايفين يعني حوالي 9 عيون كده بيتحط فيهم الطرح. الماتيريال بتاعتها جميلة جدا وعالية جدا. طب هي كانت بالواحدة، انا جبت 3 وانا اللي ربطهم كده مع بعض. الواحدة ساعتها كانت يعني كانت مثلا ب20 جنيه 25 جنيه. انتوا عارفين حاجة رنين بتكون عالية شوية، بس بيكون الماتيريال بتاعتها حلوة وعالية، وكمان بيبقى فيها فكرة. دي الاشكال اللي انا جبتها، وطبعا عدي معايا كده بالظبط علشان تعرفي الاعداد اللي انا جبتها. انا شايفه ان العدد ده كويس قوي، لو احتجت هجيب، ما احتجتش فيبقى كده خلاص تمام. بس اكيد الاكيد الاكيد مش هيبقى زياده، لان انت عندك هدوم خروج رجالي بتاعه العريس، وعندك هدوم العروسه الخروج برضو، وعندك بيجامات العروسه، وعندك اللانجري بقى. انتوا يعني حدث ولا حرج، يعني بيكون يعني الاعداد كبيرة، وكل ده بيتحط على شماعات. وعندك طبعا الطرح والشتوي بتاع العروسة والعريس والصيفي والكلام ده كله، فطبعا بياخد شماعات. يعني ممكن كمان تضيفي على المجموعة دي، بس انا استكفيت بالكام دستة دول. الاشكال، يعني الالوان انا حبيت اجيبها، الالوان دي اللي هي التركي، الكشمير او الروز، على السماوي اللبني الليموني الاصفر. حبيت اجيب الالوان كده. طبعا في ناس بتحب تجيب الشماعات لون موحد، يعني هتجيبي الكام دستة اللي انت هتجيبيهم
لون واحد. يعني لو روز هتجيبي لون واحد، لو اوف وايت هتجيبي لون واحد، ايا كان اللون ايه، فانت هتجيبي لون واحد في الدولاب كله. تمام. انا ساعتها جبت الوان، فانا كنت حابه كده، لكن في ناس بتحب برضو اللون يكون موحد. حبيت ان انا اقول لكم على المعلومه دي، او اديكي فكره عن المعلومه دي، علشان لو انت مش حابه يعني تكرار الوان كتير في الدولاب. جهاز العروسة ساعات كتير بنبقى عايزين نجيب ونجيب ونجيب، ومرتبة في دماغك كل حاجة، ويمكن كمان كاتبة معاكي، يعني كاتبة كده، عاملة نوتة وكاتبة فيها الحاجات. والله يا جماعة، ساعة ما بنروح نشتري الحاجة بنفقد الذاكرة. يعني مش يعني بننسى، حرفيا بننسى احنا مرتبين لإيه، وكان نفسنا في ايه، وعايزين ايه. يعني معظم الوقت بيكون كده. فدايما انا بكتب وباكد كده، يعني لازم اكتب على المفكره، واكتب معايا في النوتة بتاعتي اللي في البوك ايه اللي انا عاوزاه، علشان ايه كمان، علشان افتكر ان انا اجيب الحاجه اللي انا عاوزاها وما انساش، واجيب اي حاجه وارجع لما اروح البيت اقول اه ده انا كان نفسي في حاجه وما جبتهاش. فلو انت عاوزه تجيبي لون موحد تمام، عايزه تعملي الوان زي ما انا عامله كده تمام، برضو مفيش اي مشكله. الخامة طبعا جميلة جدا، الشكل بتاع الفلونكة حلو قوي. اللي زي ما انا قلت لك للخروج، او ملابس الخروج صيفي وشتوي، واللي بيجامات العروسة. آه، اللانجري بقى، يعني وانتي بتجيبي الشماعات لللانجري، مش اي شماعة هتحطي عليها اللانجري نهائيا. لان الشماعة اللي هي الفلونكة دي اللي بقولك هتحطي فيها البناطيل وهدوم الخروج، دي مش هتنفع لللانجري. لو حطيتي الحمالات كده والحاجات الداخلية عليها هتتزحلق وتقع. لكن الشماعة التانية اللي هي اللبني دي، او السماوي دي ليها اماكن وحاجات وعلاقات كتير فيها، عشان خاطر تعلقي فيها الحمالة، وتعلقي فيها الداخلي، وتعلقي فيها لو الحتة يعني لو نصين او يعني 3 قطع. في مكان فيها. يا رب تكون الفكرة يعني وصلتك. وتخلي بالك وانتي بتشتري الشماعات، يمكن موضوع الفيديو يعني مش واو، ويعني مش حاجة كبيرة قوي هتقولي طب انتي بتتكلمي في ايه. لا، انا بتكلم والله بديكي نصايح هتنفعك بعد كده. ولو انت فكرتي بطريقتي هتلاقيني انا يعني بنصحك نصيحة ذهبية. لانك لو بترصي الهدوم في الدولاب وفي حاجة غلط، فمش هتريحك في الرصة. بجد الدولاب مش هيطلع كويس، ومش هيديك الشكل اللي انت عاوزاه. حتى لو جبتي حاجتك غالية مش هتعرفي تعرضيها في الدولاب كويس. فخدي الملحوظات اللي انا بقولك عليها دي، وان شاء الله باذن الله يعني ربنا